ده أول خبر ليا في خبر وحكاية. الخبر بيقول إن ملايين من الناس عايشين جوه سجن من غير قضبان ولا بيبان، لكن الغريب إن عدد قليل جدا اللي بيقدر يخرج بره السجن ده. وعلشان ورا كل خبر مهم حكاية أهم، تعالوا بينا نسمع الحكاية. حكايتي عن واحد عاش طفولة صعبة جدا. عاش هو واخواته العشرة والأب والأم في بيت مساحته ما تتعداش 70 متر، لدرجة إن الطفل ده اضطر يشتغل وهو سنه ما كملش 10 سنين. اشتغل بائع آيس كريم، اشتغل في مصنع غزل ونسيج، اشتغل عامل بناء، كل ده علشان يدوب يقدر يوفر احتياجاته واحتياجات أسرته. فضل سنين كتيرة جدا عايش جوه السجن اللي قلتلكم عليه. علشان تعرف ايه هو السجن ده وبطل الحكاية كمل معايا الفيديو للآخر. فضل سنين عايش جوه السجن اللي بقول لغاية ما في يوم من الأيام أدرك إن السجن ده هو سجن الخوف. قرر إنه يصدق نفسه ويمشي ورا حلمه، وبدأ رغم ظروفه الصعبة دي إنه يوفر ويجيب أول آلة موسيقية في حياته، وكانت جيتار، علشان يخرج بره سجن الخوف ويبقى القيصر كاظم الساهر. بطل قصتي هو القيصر كاظم الساهر. قلت لك لخص لي طفولتك في 3 كلمات. كانت الطفولة هي صعبة، يعني إذا قلنا لا طفولة بس يعني رغم انك بديت تشتغل من عمرك 10 سنين. إيه كنت 10 سنوات أشتغل بس مم. حاط جيتار. اوكي. المهم أصريت إلا أشتريها. رحت على مركز شباب وتعلمت مبادئ البداية أول 3 أشهر ولحنت قصيدة أخذتها. تخيل معايا لو للحظة لو كان القيصر كاظم الساهر فضل عايش جوه سجن الخوف، خاف يسيب مصدر رزقه الوحيد اللي بيساعد أسرته، ما مشاش ورا حلمه وبدأ يسعى ولو بخطوة صغيرة علشان يوصل لحلمه. وخصوصا إن أخطر سجن على الإنسان هو سجن الخوف، لأنه ذكي جدا وصوته هادي، بيفضل يقولك استنى، اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش، طب اصبر شوية لغاية ما الظروف تتحسن، طب استنى لغاية ما تبقى مستعد، ويفضل يقولك استنى استنى. غريب ان ملايين من الناس بتصدقه وبتفضل مستنية لغاية ما بتكتشف ان مش بس الفرصة اللي عدت، لا ده كمان العمر عدى معاها. لو عايز تتعلم ابدأ النهاردة، لو عايز تتوب ابدأ دلوقتي، لو عايز تعمل اي حاجة ابدأ فورا وما تأجلش. كم فرصة ضاعت لانك خايف تبدأ، خايف من الفشل، خايف من كلام الناس. اتحرك وابدأ حتى لو بخطوة صغيرة، صدقني هتتشجع وتخرج بره سجن الخوف. قولي ايه هو القرار او الحلم اللي سجن الخوف مأجله في حياتك، وايه هي الخطوة اللي لو اخدتها هتقدر تخرج بره سجن الخوف. واشوفكم في خبر جديد وحكاية جديدة. كنت معاكم عزة نور.